السلام عليكم. آخر تطورات إسكوبار الصحراء أو بارون المخدرات المالي اللي كان مزوج بلطيفة رأفت. لطيفة رأفت كتدخل على الخط وكتشرح بزاف ديال التفاصيل فيما يتعلق قضية هذا البارون المالي وقضية اعتقال سعيد الناصري والعديد من الأمور، وكتوضح العلاقة اللي كانت كتجمعها ما بينها وبين هاد إسكوبار الصحراء بارون المخدرات. نشوفوا الفيديو ونشوفوا شنو غادي تقول لطيفة رأفت. ماشي اسم اخر. للاسف اسمي رأفت حق، ما عندي ما ندير، حنا كليتنا رأفت، اسم شرقي. اكيد كلشي كيتسنى واقع هاد البارون. انا هاد السيد ولو شي من حق تحت يعرف، مي انا غنقولها. هاد السيد دخل من باب الواسعه وبغى يتزوج بلطيفه، معرفة بالضبط 15 يوم وطلب الزواج. وهاد 15 يوم عرفتو بانه رجل اعمال من افارقه اللي جاو المغرب باش يستثمروا في المغرب. وكان سيدنا الله ينصرو يلاه كان مشى لمالي وجاي من مالي باش انه يستثمر، وعرفتو شركات، وعرفتو عنده اموال، وعنده ماشي عنده مخدرات. عرفتو كاي وحده غتعرف انسان عنده. ما غنتزوج شي واحد نخدم عليه من جارني واحد عنده رزقو وطلبني في الحلال مشيت معاه في الحلال. راجلي على سنة الله ورسوله كان. يمكن هادو اللي قالوا راني مزوجه بستة ديال الرجال ولا كثار وهذا وقيلتهم ما حضروا فيه، يقولوا لكم كيفاش كنضرب في الصداق، بويسكو تيقولوا لطيفه 7 زواجات و6 زوجات وكيف. ويلا يقولوا لنا هاد العرس ديالي مع هاد السيد او ضرب الصداق ديال هاد السيد، شنو كنت لابسه وشنو كان لابس هو. هذا ديال الانسولين ديالي يا بنتي، هاري الله يرضي عليك. والله العظيم غير الحمد لله معايا عطفة الوالدين ورضات الوالدين ومحبة الناس ودعاوي الناس مع هاد السكر وهذا الشيء. الله يحفظه صافي. خلينا غير بهاد البنيته على بسلام. الله يرضى عليكم، الله يحفظكم، الله يخليكم معز عليكم. انا ما عمري تنمرت على شي حد، ولا عمري هضرت في شي حد، ولا عمري. نوريكم حتى الانسولين فين نضربها. للاسف والله ما نستاهل بالله. ماشي بس حيت مريضه، راه كلشي مريض، الله يشافي الجميع. ما نساهلش على الحب اللي عطيت لبلادي واللي كنكنو لولاد بلادي بالاخص. يجي شي واحد يقول لي، حتى اللي عاداوني وغاداوني غير هكاك، عاداوني غراتويتمون. والله للاسف كنشوف اللي عاداوني ولكن كنبغيهم وكنحبهم وكنقدرهم. هما اللي ما فهمتوش علاش عاداوني، جو سي با، ما نعرفش. انا ما نقدرش نعرف اي واحد جا وعاداني وهضر فيا، ما نعرفش، لان ما نقدرش، ماشي مسؤول على ودنو اشنو سمع. الوغ هاد السيد جا باب واسعه، تزوجت بيه وشفتو مع ناس، مع مسؤولين ومع ناس اللي ما غاديش نشك فيه. انا اساسا ما يمكنش يطيح لي في بالي ان واحد يجي تيبيع مخدرات او كيف. انا ما نقدرش الان نقول اش كيدير، جو با قانون كيف بلاد، ماشي انا اللي غادي نقول لكم اش كيدير ولا ما. يعني زواج على سنه الله ورسوله. طلقت منه مده 4 شهور و10 ايام، بحال شديت حق الله. علاش ما طلقتش منه؟ حيت عرفتو بارون المخدرات. ابدا. واش هادشي صح؟ نيت اولا اللي خصكم تعرفوه، كيعرفوها كاع اللي تزوجوا في المغرب وتزوجوا بانسان يعني جنسيه اخرى، تزوج مختلط، تيكون واحد لونكيت ديال البوليس، هل هو عنده شي متابعه قانونيه على السيد. ما عنده والو، السيد رجل اعمال، السيد ما عنده والو. سالت عليه الناس اللي عرفتو معاه قال لك رجل اعمال وجاي يستثمر. ماذا بيا يستثمر في بلادي، ماذا بيا يخدم الناس، ماذا ماشي باش يعيشني. على فكره انا عايش في داري، عايش في داري اللي كتقولوا شراها لي. انا داري اللي كسبت، هذه اللي كنسكن فيها، اللي كتقولوا قصر، ماشي قصر فيلا بحال جميع الناس. بديتها في 2005 وهذا السيد عرفتو في 2000 في اواخر 2013، ولاك دو مارياج عندي معاه من الاول جانفي الى 6 شهر 6 ماي، يعني 4 شهور. طلقت منه لانه السيد ما بغانيش نبقى في الدار ديالي من حقه. كيقول لك انا ما نسكنش في دارك وانا عندي الماده وعندي خصك تسكني معايا في الدار البيضاء. مشيت مع السيد، ماشي شكلي، ماشي انا، ماشي شكل السهرات، ماشي شكل ديال، ماشي. عرفت بان ما يمكنليش، فقط ما يمكنليش. كان هناك غموض، خصني نعرف بزاف د الحوايج. السيد رافض، فقلت له اللي يجمعونا يفرقونا، وتفرقت معاه طلاق الشقاق.
هاد البارون اللي كتقولوا عنده كاين اللي قالوا عنده جزر، انا ما تعرفش هادشي، سعداتكم عرفتوه. طلقت من طلاق الشقاق، يعني حتى العدول انا اللي خلفتو. اوكي، لو كنت عرفتو بارون وعنده هادشي وغنقول لك انا كنت بصح طمعت في انسان بحال هذا، انا مشت منه، انا كندوي مشت منه غير الخير. مشت راجل كاين امراه تزوجات ما صدقش الزواج، ما نقدرش نكون مع انسان ما عارفاش شنو تيدير بالضبط. يعني ها الشركات ها كلشي، ملي كل مره كنسالو على بزاف د الحوايج. انا في غنى عن المشاكل، طلقت طلاق شقاق، ما خديت ولا فرنك، داري والفيلا اللي كلشي كيهضر عليها وتيقولوا خلى لها قصر وفيلا، الحمد لله القانون والفرقه الوطنيه عرفت شكون اللي عرفتكم شكون اللي ساكن فيها، ماشي انا، ما نخليهاليش انا. ولو كون عرفتو بارون، لو كون قلت لك كتب لي داكشي كله اللي عندك باش ما يمشيلكش وما يوقعكش في مشاكل ويتشد هو ولا يهرب ولا هذا، كيبقى عندي كلشي. مي انا عندي الحمد لله رضات الوالدين، محبه الجمهور، ومستوره والحمد لله مستوره، حسبوها كيما بغيتو. انا واحد ما مشيت مع واحد الناس، واحد الفيرما في الغرب ماشي ديالي راه فيها 2 هكتار ونص هكذا، تسماو البنان كله اللي في الغرب ديالي. مشيت مع واحد الناس وما عرفوش اشنو عندي، واش هذيك الفيرما، قال لي وي كنعرفها، واش ديك اللي عندك فيها 30 هكتار د لافوكا. علاش هادشي كله؟ علاش؟ حاجه وحده، كتستهونوا بزاف بالامن الوطني ديالنا، كتستهونوا بزاف بالفرقه الوطنيه. خليو يعقل هاد الاسماء كلها اللي تجبدات في هذا الموضوع، يخلوني انا استثنيو بها فقط لطيفه رأفت. شكون هاد لطيفه رأفت؟ عطيت البلاديه الحمد لله، ومازال الا باقي فيها شي صحه نعطي، والله الا باغي نعطي شويه غير انت باش تشوفني كنغني، ومن بعد بسلامه.